مساء الخير البنات، ان شاء الله تكونوا لاباس. جيتكم اليوم بوصفه الثومه اللي كنتوا طلبتوها مني، ان شاء الله تجربوها وتنجح لكم من اول استعمال. نجيو مع بعضنا هنا للمقادير. نبداو بالحشو اولا. الحشو عندنا هنا دو باكي تاع مادلين او شوكولا، لا مارك بيفا، انا استعملت بيفا. عندنا هنا جوز 120 غرام جوز، وعندنا لافاني، وعندنا الجلوكوز، وعندنا شيكولا تختيني انا استعملت اوبتيلا، وعندنا الزبده. نبداو على بركه الله. نفتحوا الباكي تاع المادلين، حلو هكا الحبات تاعكم باسكو راح نرحيوه في الاشوار. تحبوا تفتوه باليد برك ولا ترحوه في الاشوار، بس مستحسن نستعملوه في الاشوار خير باش يترحى لكم بيا. انا هنا باش نسهل العمليه حليته شويه بيدي برك، بعد جبت الاشوار حطيته فيه وخليته يترحى. ما تخافوش مش راح يتعجن لكم في الاشوار، خلوه يترحى مليح. كيما راكم تشوفوا. ونكمل كامل المادلين تاعي ونحطو هكا في ريسيبيون، ومن بعد نزيد نروح للجوز. قلت لكم درت انا هنا استعملت 120 غرام، بغيتو 115 غرام ولا 120 غرام جوز. كان اللي تحب تستعمل المكسرات اللي تحب، انا نستعمل غير مادلين وجوز. نرحيه مام هو بودر، ونضيفه للخليط الاول تاع المادلين، ونضيف هنا لافاني حسب الرغبه. انا هنا استعملت ملعقه كبيره، ومن بعد نستعمل الغلوكوز. هنا الغلوكوز انا استعملت نصف ملعقه ولا ملعقه كبيره بس ماشي معمره بزاف. نحرك النواشف اولا ومن بعد نضيف هذاك الغلوكوز. ومن بعد نلم الحشو تاعي باوبتيلا ولا اي شوكولا تارتيني بوتو المرجان، كل واحد واش يحب يستعمل، وكل وحده وبنتها بيان سور. كيما هكا حتى نلم لافاخس تاعي بيان بيديا، تولي لي عجينه. نعجنها مليح بيديا حتى تولي تشكل لي عجينه. انا هنا درت لي باطه ونص من اوبتيلا. هذا الحشو دالي باطه ونص تاع اوبتيلا. هنا بعد ما تلمت لي الحشو تاعي تلم لي، نشكلو كريات صغيره كيما راكم تشوفوا بهذا الحجم. بعد ما شكلت الكريات هذو نحطهم في المجمد باش يشدوا روحهم ما يلصقوليش من بعد في العجينه اللي الفوق. ومن بعد نجيو للعجينه اللي الفوق اللي هي لوز وسكر كلاصي. ديما اللوز يكون اكثر من السكر كلاصي باسكو راح نستعمل الغلوكوز ثاني. هنا درت لكم 150 غرام لوز ودرت لكم 120 سكر كلاصي باسكو راح نزيد لها ملعقه كبيره تاع الغلوكوز. صافي لازم نقص السكر. وهنا السر تاعها لازم تعاودوا ترحيوهم في الاشوار مع بعض. صافي اللوز والسكر كلاصي في زوج في الاشوار وتخلوهم يترحاو مليح كيما هكا. هذه الخطوه لازم البنات ديروها. هنا بعد ما رحيتو نعاود ثاني نصفيه في صفايه ولا غربال سبيسيال تاع الفارينه، ولا لازم تعاودوا تخرجوهم باش تنحيو هذيك لي غريمون هذوك الحرابش هذوك اللي فوق تاع اللوز. ومن بعد نضيف لها لافاني حسب الرغبه، ونضيف زوج ملاعق كبار تاع زبده بدرجه حراره الغرفه فقط،
ونضيف ملعقة كبيرة من الغلوكوز. على بها قلت لكم قبيله تنقصوا السكر، 350 غرام لوز بودر و 320 غرام سكر كلاصي، ومن بعد نزيدوا ملعقه كبيره تاع الغلوكوز. اللي ما يستعملوش الغلوكوز يديروا السكر كيما اللوز، وتحاولوا تلموا بيديكم هكا حتى تدخل هذيك الزبده والغلوكوز بيان في الخليط تاعنا. ومن بعد نلم العجينه تاعي بماء الزهر، نلوح عيني ميزاني ونعجن حتى تتلم لي هذيك العجينه. حاولوا ما تعجنوش بزاف، غير تلموا فقط. هنا لميت العجينه تاعي، نخليها ترتاح 20 دقيقه. انا ما نلوحهاش في الفريجيدير، كاين اللي يلوحوها في الفريجيدير، انا ما نلوحهاش، نحطها غير ترتاح هكا بدرجه حراره الغرفه فقط مده 20 دقيقه. نلوحوها في كيس، ما تخلوهاش هكاك باش ما تشيح لكمش. بعد ما ارتاحت العجينه تاعي هنا، نشكلها كويرات كبار، بيان يكونوا كبار على الحشو. نفتح الكويرات تاعي تاع عجينه اللوز غير بالعقل بصبعتيا كيما راكم تشوفوا، ونحط فيها الحشو اللي كان في المجمد شاد روحو باش ما يلصقليش في العجينه، فهمتوني؟ باش تجي الحبه متحوفه. حاولوا تكوروها وتتحفوها بيا بصبعتيكم، تشكلوها شكل ثومه. انا هنا ما عنديش الكوبات هذيك، تراسيتها بالموس. تقدروا تفكروا اي عفسه وشنو الموس قلبوه من الجهه الاخرى باش تجي العفسه خشينه شويه، ما تجيش ماضيه، ما تقطع لكمش الحبه، وتراسيو الشكل ثومه كيما راكم تشوفوا. الحواف تاعها خدموه مليح. فيني والحبه تاعكم مليح. انا شكلت الثومه تاعي كيما راكم تشوفوا، كملت كامل الحبات تاعي. بعد ما كملتهم هنا نجيب الملمع بودر ونلمع كامل حبات الثومه تاعي. البنات هنا كاين في لاباط تاع الثومه اللي يستعملوا الملون الابيض، انا ما نحبش هذاك الملون الابيض، نحبها سامبل هكا، ومن بعد نلمعها غير بالبغيون هذا، تجي هايله وتشبه الثومه تاع صح. هاي ليك الحبه تاعي وجدت، ونزيد نقرنيها بهذه لي فلور. انا هنا استعملت البلو باسكو هذا الحلوه درتها لمرت خويا اللي زيدت، ربي يعطيها صحتها ان شاء الله ويحفظ لها البيبي. هنا وجدت الثومه تاعي وفتحت لكم الحبه باش تشوفوها من الداخل شحال طريه، والحشو تاعها شحال معسل. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم، وصفه سهله جدا، وتجربوها تنجح لكم باذن الله. تابعوني على قناتي واستناو كل ما هو جديد. سلام وصحه عيدكم.